لا، لدينا كتاب الله والمتواتر من السنة العملية. وعلى فكرة لدينا سنن كثيرة نقبلها على الرأس ونعمة مليون عين والله العظيم، ولا كلام لنا فيها. سنن تأمر بمكارم الأخلاق، ترغب وترهب بطريقة صحيحة معقولة، لكن هذه الأخبار والأساطير والميثولوجيا النبوية ما عدنا نقبلها. هذا أنا أقول لكم، هذه الفرس الخاسر الرهان عليه، رهان على فرس خاسر. هذه باب لتكفير شبابنا وأبنائنا، أنا أقول لكم وستذكرون قولي هذا. لكن إن شاء الله نحن سنعمل ضد هذا الاتجاه من الآن. نحن شرعنا وسنتابع، لن نقف ولن يقفنا أحد إلا أن يقفنا بالدليل. هيا ناظرونا، ائتونا بالدليل ما شاء الله، ورجون الدليل. قال لك لا، عدنان إبراهيم يحكم عقله. لا والله، لا 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 لا. ومش عيب على فكرة أنه أحكم عقلي، أنا مش أحكم عقلي، لا لا، أنا أحاكم الأحاديث إلى كتاب الله، وبعدين أحاكم الأحاديث إلى أنفسها. فإذا كذب حديث حديثا، ما فيش هنا العقل بده يتدخل. حديث صحيح يكذب حديثا صحيحا بشكل صارخ وصادح وفاقع، ماذا أفعل؟ إما أن أرجح أن أحدهما صادق، لكن أحتاج إلى معيار أيضا وتبرير تسوية لماذا هو صادق، والثاني كذب، وإما أن الاثنين كليهما كاذبا مكذوبا. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يقول بس فقط كلامي قرآني لا يتخالف، لا يتناقض، لا يتشاكس. القرآن يصدق بعضه بعضا باستمرار، أما السنة فيكذب بعضها بعضا باستمرار. لماذا؟ لأنها ليست كلها، انتبهوا، لا أقول السنة، ليس كل السنة من عند رسول الله، في منها قدر لا بأس به مكذوب على رسول الله. لا تقل لي يحكم عقله، فيلسوف يا أخي، ما هو لا لا لا، لا فيلسوف ولا فلسوف، وإنما الأحاديث يكذب بعضها بعضا وتكذب القرآن. سأعطيكم مثالا. طبعا الموضوع هذا مستحيل أن أرتب فيه أفكاري، هذه يحتاج إلى محاضرة مطولة 6-7 ساعات الدجال، لكن لدينا فقط ساعة في الخطبة، ماذا نفعل؟ الله المستعان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا. جميل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يوم يأتي بعض آيات ربك 3 آيات لا ينفع نفسا ماذا؟ إيمانها. ما ينفعش خلاص، يعني بلغة رسول الله سد أو أغلق باب باب التوبة. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. واحد يقول له كمان هذا مش عاجبك؟ إيش عندك اعتراض؟ عنده اعتراض كبير. مش أنا عندي اعتراض، رسول الله، الأحاديث الصحيحة، مش أنا. الحديث الصحيحة في الصحيحين المتواترة. تعرفون لماذا؟ معناها إذا ظهر الدجال لم يعد الإيمان ينفع صاحبه، ما ينفعش تأمن، خلاص أغلق باب التوبة. يبقى المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. صحيح؟ واحد يقول لي بس يا مولانا الأحاديث المتواترة والأحاديث اللي في الصحيحين تقول بالعكس، الدجال بيظهر وبعدين بيجي عيسى وبقتله، وعيسى بيخلي كل الناس ماذا؟ مؤمنين. صح؟ كل علمائنا قالوا بهذا، يعني بينفع الإيمان والإيمان مطلوب، وهنا بينفعش. أيوة، حلوا لي هالأحجية هذه، بينفع ولا بينفعش؟ والله ما حدا عارف. انتبهوا الآن، طبعا ما حدا فيكم عارف، يقول هو مظبوط. الأحاديث الصحيحة تقول بينفع، حتى تكون الملل كلها ملة واحدة، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام. اللي بيتبع عيسى وبيسلم أهلا وسهلا، الباقي الذي يصر على كفره كله يباد، كله يباد بنفس عيسى، وأيضا بسيف عيسى رسول المحبة والسلام، يحمل سيفا. الدجال إذا ظهر لا ينفع الإيمان، بس الدجال قبل ولا بعد عيسى؟ قبل. من الذي يقتله؟ عيسى عليه السلام. عيسى يقتله. ينفع الإيمان؟ ينفع. قال لك لازم يصير كل الناس لابد أن يصيروا موحدين مسلمين، معناها صار بينفع الإيمان. معناها النبي ما قالش إنه 3 أحاديث، أو ما قالش هذا أو ما قالش 2. طبعا ما بنعرف، ينسب هذا إلى النبي وهذا إلى النبي، كله في الصحاح، وقطع الله لسانك. شفتوا كيف التناقض؟ بلاش. حديث مخرج في الصحيح قال عليه الصلاة وأفضل السلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وأنا خاتم النبي. ما فيش أنبياء الآن،
وسيكون إنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء كثر في الأمة هذه. ما في أنبياء يسوسون. ما معنى يسوسون؟ يحكمون، حكام. واحد يقول لي كيف هذا الحديث ضد الأحاديث المتواترة أن عيسى سينزل وسينزل نبيا؟ ما معنى نبيا؟ يعني هو نبي. النبي عمره ما يصير غير نبي، صح، لن يأتي بشريعة جديدة، حتى بين قوسين هذا كذب، على طريقتهم هذا كذب. لماذا؟ لأنه في شريعة محمد لا إكراه في الدين، صلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه. في شريعة رسول الله لا إكراه في الدين. في شريعة القرآن لا إكراه في الدين. مئات الآيات تقرر هذا المعنى، مئات الآيات. لا يكره الناس على الإيمان، إما أن تؤمن وإما أن تقتل. يهلك الله الملل كلها، صحيح؟ لكن عيسى يأتي ويضع الجزية تقريبا باتفاق الشراح أو جمهرة الشراح لدينا، كل شراح البخاري ومسلم قال لك يضع الجزية، وفي رواية أخرى يضع الحرب، يعني لا يقبل الجزية، إما الإسلام وإما السيف، كما قال ابن حجر من قصير هيك، يا بتسلم يا بتقتل. هذا نسخ لشرع محمد ولا مش نسخ؟ نسخ لشرع محمد. كذبتم علينا مرة 100. تقولون عيسى لا يبعث بشرع جديد، عيسى يبعث ويحكم بشرع محمد. كذب. هذا عيسى عليه السلام ينسخ شرع محمد، صحيح؟ إيه؟ يلا حلوا لنا هذه الورطة أيضا، ورطة جديدة. وبعدين يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، حتى تكون الدعوة واحدة عند الإمام أحمد اللي هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طيب هذا تكذيب بكتاب الله كمان من حيثية أخرى. القرآن يقول إلى يوم القيامة سيبقى اليهود يهودا، في يهود يعني في ملة اسمها اليهودية ستبقى، ستقوم القيامة واليهود موجودين، واليهود عفوا موجودون. قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بنص آية الأعراف اليهود باقون إلى يوم القيامة وغير باقين باقون. أحاديث الدجال والمسيح ابن مريم تقول لا، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام. نصدق القرآن أو الأحاديث؟ تفضلوا كما قلت لكم. لذلك ستقولون الآن كل من يسمع خطبتي هذه والله أعلم ممن يبتغي الحق سيقول وحسرتها على عقولنا وأسفا على كتابنا لقد عطلناه جعلناه كالشريعة المنسوخة وخليناه وراءنا ظهريا تلوناه وما تأملناه أما به الإمام ولم نجعله في الأمام. لا يكفي أن يؤم به الإمام، لابد أن يجعل في القدام والأمام الكتاب. لكن أين؟ يقول لك لا، مش شرط، لأن الإمام مكحولا، والإمام أبا نضرة ويرفعه إلى أبي سعيد، يسنده إلى أبي سعيد، والإمام الأوزاعي والإمام الدارمي والإمام فلان علان قالوا السنة قاضية على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة. أستغفر الله العظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. شفتوا؟ هكذا ألفوا هذه المنهجية العجيبة المتناقضة التي تحفظ علينا تناقضنا، والحمد لله رب العالمين. نبقى متناقضين متشاكسين لا نفقه شيئا. بعدين انتبهوا، في نفس السياق حديث عيسى، حديث الدجال ويأجوج ومأجوج، وهذه القصة الطويلة، هذه الحكاية الأسطورية، ماذا فيها؟ فيها يا إخواني حين ينزل عيسى قال لك فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه يبلغ حيث يبلغ طرفه، يعني مرمى البصر، حين يتنفس يموت كل كافر. معناها الحرب مع الدجال محسومة ولا غير محسومة؟ وبإيش محسومة؟ بنفس فقط يتنفس عيسى. قال لك لا، يطارده من مكان إلى مكان حتى يدركه بباب لد، بباب لد في فلسطين، فيرميه بحربته، فلو تركه لنماع لذاب كما يذوب ملح، ولكن الله يقتله بيده ويريهم دمه على حربته. ليش حربة وليش انمياع وليش رصاص؟ النفس. بلاش. المعركة مع يأجوج ومأجوج محسومة وغير محسومة؟ محسومة. بنفس مين؟ عيسى. تطلع يا عيسى على جبل على شرف وفقط تتنفس، يهلك مئات الألوف ملايين في لحظة واحدة. قال لك لا، في الحديث الصحيح ذاته الله يوحي إلى عيسى يا عيسى إني سأبعث عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور.
خذ عباد المؤمنين المختارين معاك وروح على الطور، وإلا ما فيش يأجوج ومأجوج. ويأتي يأجوج ومأجوج، وأول ما يأتون على بحيرة طبرية أول زمرة منهم تشفط الماء لا يبقى، تأتي الزمرة الثانية تلحس الطين، طين بحيرة طبرية في شوية مية، تأتي الثالثة تقول كان هنا مرة ما. قصة حلوة، سيناريو عجيب يعني، فيلم أسطوري غريب. إيه هذه قصة يأجوج ومأجوج. عيسى لا يستطيع أن يهلكهم، ويرسل الله عليهم النغف، دويبات، يقول لك دابة دويبات صغيرة تفرسهم في رقابهم فيصبحون فرسا قتلى، ثم يرسل الله طيورا كالطير الأبابيل، طيورا تأخذهم بمناقيرها ترميهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا قيل من تحت العرش، ماء كماء الرجال في رواية، شيء يعني معذرة على كل حال، فيطهر الأرض وينبتها، حتى أن الرمان الواحدة تشبع السكن، والسكن هم أهل البيت، تشبع أهل البيت. هذا موجود في الأحاديث الصحيحة. وتعرفون أين موجود بنصه وفصه؟ مثل ما ذكرت أخيرا من رواية كعب الأحبار من إسرائيلياته. كعب الأحبار يحدث، هنا كعب الأحبار إذاعة الإسرائيليات يحدث، ورواه عنه شيخ البخاري نعيم ابن حماد في كتاب الفتن، ورواه عنه أبو جعفر ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره. وبعدين بقدرة قادر استحال إلى نص نبوي، النبي قاله من حديث أبي هريرة وحديث النواس بن سمعان، واستقر في الصحاح. الإسرائيليات استقرت في الصحاح.